اهلا وسهلا. حقيقة اريد احاول ابتسم، بس شو الوضع مو خوش، حقيقة مو خوش. اتعس ما بالوضع انه يجي واحد يستفرس براسك ويتفلسف براسك ويبيع وطنيات براسك ويبيع كل شيء براسك. ليش؟ مو احنا هاي اللي عاتبنا بها سيد مقتدى من اعتصم داخل البرلمان بحضوره الوحده، سكتوا كلهم. رجع الان ترجع مره اخرى، طبعا طلع لسانهم، هو طلع لسانهم وركضوا وقعوا وثيقتهم اللي اغتصبوا بها الوطن ومزقوه. رجعوا المعتصمين وقفوا بالباب، خافوا، هيبتهم كبيره، لان كان السيد الوحده ترى اهيب من هاي كل الجموع من دخل. انتبهوا المعتصمين، هم لا هم ظلوا حتى تستمر الشغله والى ان تنتهي ويتحقق مطالبهم، ولا ابدا، هم طلعوا. وهالمره ياهل يجي يطلع قام يهد عليهم، مو بس قام براسنا يثرم بصل. هاي المصيبه، تشتغل عدل عدوك وعدو شعبك يوقف، تروح تغلط هو يقوم يحكي. من الاصوات اللي طلعت الان الجديده، اول وحده ومتوقعه طبعا عمار الحكيم من يطلع يخطب بطريقه عجيبه، يعني عجيبه، تحس لغه متعاليه، لغه قوامها ان هذا التحالف الوطني وهاي يمد بحرف العله ويشيل بروحه ويطبها، وتعال يا بنادم اسمع الصوت على وتيره واحده وتعال اتحمل. يتحدث باسم الشعب كله، هذا الاعتداء. هذا اعتداء ان يجي واحد، هسه هو السيد او غيره او اي جهه سياسيه تقبل انا اطلع احكي باسمها؟ يقبل احد من عندنا يطلع يحكي باسمه لو راسا يكتبون لا نسمح؟ لا عاد احنا شنو حايط نصيص اسب روحنا؟ انت كلها عندك 10%، انت عندك 30 مقعد، 90% من الشعب اللي انتخب ما رادك، راد غيرك. فانت شنو تتكلم باسم الشعب؟ شلون تتكلم باسم الشعب انت؟ منين جبت هاي الصلاحيه؟ شوف انت تحرشت، يعني عبالك احنا زواج، يعني شنو؟ همينا انطخيت بعقلنا. اللي يدق الباب يردون له الجواب، ومن تدخل في ما لا يخصه ما لا يعني عليه ان يتحمل. وشمال الطب بالسياسه فتفضل مولانا استلم. انت لو تتحدث باسم المجلس الاعلى حقك، مو انا جاي احكي، اي مواطن له حق يحكي. ترى راح ذاك الزمن احنا نقدر نحكي وين ما كان، بعد معود بتليفون نوصل صوتنا. انت تحكي باسم المجلس الاعلى، ما يحق لاي واحد يقول لك تحكي، لكن تحكي باسم الشعب. هاي المشكله انتم مشكلتكم هم عندكم خلل بالعقل، ما تفهمون شنو وليش. خاصه المجلس الاعلى مصيبتكم مصيبه. طبعا انتم غير الحكي من سنه 2003 لليوم، تعالوا لي ايش قدمتوا. هسه التيار الصدري عمدا ننقذهم وننقذ سيد مقتدى، لكن على الاقل عندهم مواقف تسجل لهم، ابسطها انهم هم وقفوا ورادوا يسحبون ضيم الولايه الثانيه، ولو ناجحين كان هسه احنا عابرين وين؟ عابرين نهر مو ساجين. انتم اللي خربتوها. زين، شنو اللي قدمتوه؟ قدمتوا لنا ذاك اليوم واحد لابس عمامه، زين، يقعد يريد يقول الظلم خوش قيمه، يعني قيمه اجتماعيه. هذا الشيعه صارت تروج للظلم. يعني انا هسه شلون بالله طرقع مال الله؟ يعني اني اصير اعلمكم؟ اني اجي اعلمكم؟ هي شغلتي اختصاصي؟ ما تستهون. الامام علي قال لابد من امير بر او فاجر. فسر الاخ فاجر ظالم، ممكن يكون ظالم بحجه حتى لا يصير فراغ سياسي. تعال عمي، تعال شيخنا، تعال. فاجر معناها فاسق، يعني ما يصلي، ما يصوم، ما يشرب. هذه وكلش بسيطه. الآية واضحة القرآنية. هسه والله ترى استحي من روحي، هسه انا تالي عمري، هسه شلون بالله اسوي لي مجلس؟ يقول والهمها فجورها وتقواها، يعني الضدين. شوف، اكو واحد تقي يعني يتبع العبادات، واكو واحد ما يتبعها. فمعناها الامام ده يقول التدين مو شرط سواء موجود او ما موجود، بس هاي لا تعني بانه الظلم. تعرف من تقول ظلم انت معناها شلت الشيعة كلهم ودقيتهم بالقاع، يعني المذهب كله شلته وذبيته.
هو شنو فرق الشيعة عن باقي المذاهب؟ شلون اشتتت المذاهب؟ كلها ترى على حق اجتهادات، كل واحد يميز روحه بشغله. الشيعة ميزوا روحهم يا مولانا بشغله واحده، قالوا لا الحاكم الجائر الظالم تصير الثوره عليه. المذاهب السنيه اغلبها اجتمعت قالوا لا، ولي الامر ادعوا له، يعني اطيعوه حتى لو يقول له جلد ظهرك. هنا هاي الميزه. زين هسه تدري ايش سويت؟ ذبوه. يعني انت جبتها، الحسين غلط، هذا حسب تعبيرك شلون يطلع يثور عليه يزيد. اذا هاي المساله جبتها وحطيتها. اكو واحد يتجرأ على وجه الارض يلفظ كلمه ظالم، انت ما لقيت غير هذا المثل؟ لان هذا الظرف هذا انت مريب. جبت هذا المثل تقول لهم ما يخالف صيروا عبيد، لا يقشمروكم يقولوا لكم احنا ترى بدنا نضرب مليارات، المهم لا تظلون بدون حاكم، شو عليكم بيه؟ لا، القاعده تقول يعني الامام راد يقول حاكم فاجر خير من متدين ظالم. هاي القاعده، يعني من اساسها وين؟ ان لحاكم كافر عادل خير من حاكم مسلم جائر، وان الحكم قد يدوم مع الكفر ولا يدوم مع الظلم. الطم انت على من تضحكون؟ وتعال انت سيد عمار تحكي لي باسم الشعب. شوف خلنا حاكيك باخوه وبحق مواطن، حكيت باسمي، انت قلت الشعب، ما قلت باستثناء اللي ما انتخبوني، ولا قلت باسم مجلس الشعب. شوف هذا اللا عدل انت ايضا متمثل بيك. انت مو ظلمتنا بس، انت حتى آل بيتك ظلمتهم، آل الحكيم، وانا ما اريد ادافع عنهم، لكن لما تطلع وتتغنى بمجد والدك جيد، وعمك سيد محمد باقر الصدر اعتبرته شهيد، محمد باقر الحكيم العفو اعتبرته شهيد المحراب. سيد ما حمى نفسه زين، حمايته قصرت وطلع وانفجرت عليه وحده مثل ما تنفجر على باقي الناس. شهيد طبعا، اي واحد يروح بالغدر وبهذول المفققات اي مواطن شهيد. والدكم ما تموت الله، ذولا تجيبهم تسويهم. لكن يا ناس تعرفون اكو شهيد بيت الحكيم يعتبر واحد من رموز الشهادات بالعراق، منو؟ سيد مهدي الحكيم. ليش ما تجيب طاريه؟ شوف الفرق يا اخوان، هم راح يخلونا نحكي مثلهم. الشهاده درجات، لذلك الامام الحسين اخذ لقب سيد الشهداء. الشهاده درجات مثل اي شيء، مثل الكرم، مثل النبل. اكو واحد اكرم من الاخر، اكو واحد انبل من الاخر، مثل الشجاعه، اكو واحد اشجع من الاخر. منو هو افضل الشهداء؟ اللي كانت عنده فرصه ما يستشهد ويستشهد، كان يقدر يتلافاها. لذلك الامام الحسين كان لو موقع اليزيد ما يستشهد، ومحمد باقر الصدر لو موقع صدام حسين والشايز من الثوره الايرانيه ما يستشهد. منو سواها من آل الحكيم؟ مهدي الحكيم. وخلي يحكي ابراهيم بحر العلوم، وخلي يحكي محمد ابو محمد، ما اريد اقول اسمه، واحد من الاعلاميين العراقيين المظلومين الان في مركز آل البيت، راح بمؤتمر بالسودان يحضر مؤتمر دعاة ترابي، ما طلعت الفيزا يومين، زعل، راح لهم للسفاره قال لهم شلون طلع الفيزا؟ قالوا له سيدنا السودان متروس باحثين وخايفين عليك، والله ما اريد نعطيك. قال لهم انا اريد اروح للموت، لا الا فيزا والا احضر. وحضر وواقف يريد يصلي وضربوه بالطلقات، تنكروها، هذا شهيد المحراب، هذا يؤدي صلاته. زين هذا ليش ما ينجاب اسمه؟ مولانا ايضا ما تجيبون اعلم علماء آل الحكيم سيد يوسف، ما تجيبونه. ترى ما يعدل بقضيته، انتم المجلس الاعلى هاي مشكلتكم، باطنيين، ما نعرف شو تسوون، ما نعرف ايش تحكون، ما نعرف شلون تطلعون هاي الناس. اذا مطلعينهم بفلوس ومثل ما تقول الناس هذا اذلال. صاحبنا هذا الاخر اللي جاهل ولابس عمامه معناه يريد يوزع الظلم. انت ايضا بكيفك توزع الشهادات، كيفك توزع الشهادات؟ هذا شهيد. اللي يقارن بالشهيد محمد باقر الصدر يقارن بسيد مهدي الحكيم، لان اثنينهم مشوا للموت، اختاروا اختيارا، ما اجاهم تعناهم عنوه، ما اخذهم غفل، ما ارادوا يحمون نفسهم. دقيت بابنا وبديت تشمخر علينا وقلت تحكي معلق. انا اعطيك شيء بسيط، انا اعرف سيد يوسف جيدا، جيد جدا اعرفه، والدي من تلاميذه اريحك. واعرف الشهيد مهدي الحكيم، واعرف ليش ما تجيبون طاريه، لانه كان يرفض ان يروح لايران، ويرفض اسلمه الدوله، ويرفض مزج الدين بالسياسه.
لأنه كان صوت راقي بلندن كنا نعرفه، يجلس مع الكل، يجالس الكل، فلا تتجسر علينا. وهنا ما عندي طقت روحي، ما عندي غير استنجد بإيقونة الشعر الشعبي العراقي، العمود الرائع من عمد عريان سيد خلف، صديقي عريان سيد خلف، وحاكيك نيابة عنه، أتمثل باسمه. تجسر واكح اللي يدريك، وش خصماين بعينه، ولك خذ نوبك ولو للنوب، والنشلات ما بينا. جزرنا وحدر السفان ما وجع على شاطينه، ونشفنا ولا هرش بالروح غزر بيه الحطينه. ايش عجب وهروشنا من تموت بيد الموت تحيينا، ولو كل واحد بدينا. إلك بينا إلك بينا، مش المصيوب يتوجع لعشرينا. يحشم وين المحبين، وين الوفي اليوفينا، يا خوتنا يا عيش ولكم نحقوا، يا عشرتنا يا شامتنا يا واشينا. تبروا واللي يطيح يقوم، كون المستحى يعينا. يتلسنته ويدق الشوف، وش يا سنين نشبينا. ما تقول لي شبينا هذول مين يجاوا؟ يتلسنته ويدق الشوف، وش يا سنين نشبينا. نشفنا ولا نداوت فيض بيد الموت تحيينا، وتظل بس الحسافة طياف مجلوبة وتمنين. يا عم ايش تمنينا من وراكم؟ تمنينا العمر شمع السهر والريح تطفينا. والله يا ليتني مت قبل هذا ولا اشوف وجوهكم. تمنينا العمر شمع السهر والريح تطفينا، تمنينا خيال ما يراجد روجه يمحينا، وتلملمنا وتبدينا وصبرنا. ايش يقدر المذبوح وش بيده على سكينه بس، وحق وشلة توالينا. لشاشك عيني بعينه، وقل الدغش بهواك، وكموش الدغش بينا. هذول احنا زرعنا الطيب، شو تسمينا؟ سمينا. شكرا.